السلام عليكم. تحديث سريع عن اسعار الذهب وكلام شويه عن التطورات اللي حصلت في الفتره الاخيره وايه المتوقع للذهب وهل في حاجه اختلفت في الخطه ولا لا. الحقيقه انا بحب اعمل فيديو عن الذهب تقريبا نهايه كل شهر من نص الشهر لحد نهايته. لكن طبعا مع التقلبات الرهيبه اللي حصلت في السوق في خلال اليومين اللي فاتوا، ناس كتيره سالتني قالت لي ايه المتوقع ان هو يحصل، وهل انت لسه متخيل ان هو هيطلع، وهل هينزل اكتر عن ال 3800 او 3850 سعر جرام ال 24 ولا لا. فخلينا نتكلم شويه اكتر مع بعض ونحاول نفصص الموضوع كده ونقول ايه المتوقع على السريع، لان ده مش فيديو توقعات، ده فيديو دردشه، ونشوف ايه اللي ممكن يحصل قدام. اولا، سعر الدولار الذهب وصل لحوالي 72 او 73 جنيه على اخر رقم كان وصل لي، وانا ساعتها اتكلمت وعملت فيديو للناس وقلت فيه ان مش عايز حد يشتري الذهب في الوقت ده، لان في مضاربات كبيره قوي بتحصل في الذهب، والمفروض ان الدوله تتدخل عشان خاطر تحاول تقلل المضاربات دي. وسمعنا في الفتره الاخيره ان في قروض جايه لمصر، زي قرض من صندوق النقد الدولي وبعض المصادر التانية اللي لسه مش مؤكده، اللي ممكن تدخل كم كبير من العمله او من الدولارات الفتره اللي جايه. بنتكلم تقريبا في رقم كما يقال من 20 ل 40 مليار دولار، وده رقم رهيب ان هو يدخل في وقت صغير زي ده. ولكن لو افترضنا ان الكلام ده مصدق، وان ان شاء الله في كم كبير من الدولارات جاي، ونتمنى ساعتها ان هو يحسن استغلاله من قبل الحكومة، جزء يدفع في الديون اللي هي زي ما قلنا تعدت 42 مليار دولار السنة دي علينا، جزء يدفع في مشاريع تنموية تكون مشاريع انتاجية فعلا. طبعا انا بتمنى ده زي اي حد عايش في البلد دي، بيتمنى ان هي يكون وضعها احسن، عشان اوضاعه هو بالضرورة تكون افضل وتكون مستقرة، لان كلنا قلقانين بشكل من الاشكال. ولكن خلينا نقول انه في صندوق، في قرض من صندوق النقد الدولي هيجي من 7 مليار دولار، وده زيادة عن القرض اللي كان محدد في الاول ب 3 مليار دولار. وفي ناس كمان بتقول ان القرض ده ممكن يوصل ل 10 مليار دولار. فايا كان، لو القرض ده جاي باذن الله، ولو ان ده طبعا هيكون حمل على الميزانية، ومعاه شوية مفروض ارقام تانية بنسمع عن بيع حاجات ممكن تحصل تجيب لنا برضو كم كبير من الدولارات، ولا نفترض ان جالنا 20-30 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا. ايه اللي مفترض يحصل بالنسبة لسعر الدولار، وازاي ده هيأثر على سعر الذهب؟ انا كنت قلت الفترة اللي فاتت ان الناس ما تنزلش تشتري ذهب في الفترة الاخيرة دي، لان في مضاربات كبيرة قوي بتحصل، ومش منطقي ان السعر يطلع من حوالي 58 جنيه، وده كان السعر بتاع اخر فيديو اتكلمنا فيه على ما انا اعتقد 58 او 55 جنيه ل 72 جنيه مره واحده. فده معناه ان كان في نقص شديد في المعروض من التجار ومن الناس اللي موجوده عموما في السوق، وطلب شديد من كل الجهات اللي موجوده في الدوله، سواء بقى تجار، افراد، اشخاص، اي مكان. فالطلب الكبير قوي ده هو اللي عمل الارتفاع الكبير الغير مبرر ده. والنقطه اللي حابب اوضحها هنا انه حتى لو احنا قلنا ان الارتفاع ده غير مبرر، لكن هو بيدينا لمحه من المستقبل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما بفترض، وقلت في الفيديو بتاع التوقعات بتاع شهر واحد ان سعر الذهب هيطلع لحد 4700 جنيه، انه افترضت ان ده هيحصل في شهر، في خلال مثلا شهرين ل3 شهور. قلت هيحصل مثلا ما بين شهر مارس لشهر 6. ده التوقع بتاعي، انه في خلال، يا جماعه، في خلال 4-5 شهور من دلوقتي، من شهر واحد وليكن على شهر 6 2024، متوقع ان سعر الذهب يطلع ل 4700 جنيه او 5000 جنيه، وانا هنا بتكلم على عيار 24. لكن ان هو يطلع مره واحده وفي خلال اسبوع او اسبوعين، فده معناه ان في مضاربات، ولكن ده بيوريك لمحه من المستقبل. فاللي هقوله النهارده بسيط جدا وسريع جدا. السعر دلوقتي نزل لحوالي رينج ال 55 جنيه ل 58 جنيه، ودي منطقه سعريه بالنسبه لنا في التحليل الفني بتاعي انا للسعر بتاع السوق الموازي. المفترض ان السعر هيفضل يتذبذب ما بين ال 58 جنيه لحد 63 جنيه، والمفروض على الدولة ساعتها ان هي تحاول بكل المطلوب ان هي تخليه تحت 60 جنيه، لان كسر حاجز 60 جنيه ده هيخليه يرتفع تاني لارقام كبيرة زي 63 جنيه، وبعد كده نوصل ل 68، بعد كده 76، بعد كده 82، وبعد كده الارقام المرعبة اللي مش عايز اتكلم عليها وهي 105 جنيه، ولكن ده سابق لاوانه. فخلينا نقول واحدة واحدة كده اللي هيحصل كالاتي. هنفضل نتحرك بالعرض، وده على توقعاتي انا، ده مش كلام اكيد. هنفضل نتحرك بالعرض لمدة اسبوعين، 3 شهر، واتمنى ان المدة تطول ما بين منطقة ال 58 جنيه لمنطقة ال 63 جنيه. اي ثبات باي شكل من الاشكال فوق منطقة ال 63 جنيه لمدة شهرين، اي ثبات فوق منطقة ال 63 جنيه لمدة من شهر لشهرين، يحصل من شهر كامل يعدي فوق ال 63 جنيه
وبعدها شهر كمان كامل يعدي فوق 63 جنيه، فده معناه بالضرورة ان السعر هيتحرك 68 جنيه ثم 76 جنيه ثم 82 جنيه. وبرضه عشان انا كنت متحفظ جدا في توقعاتي فهرجع اقول نفس الكلام. السعر بتاعنا اقصاه بالنسبة لي في خلال الكام شهر اللي جايين دول هو 63 جنيه. يعني انا هفترض الافتراض المعتدل بتاعي ان احنا لحد 63 جنيه بس وهنقف. يبقى سعر دولار الذهب هيزيد في رينج من 14% تقريبا ل 15%. دي زيادة في سعر دولار الذهب من حوالي 56 جنيه دلوقتي لحوالي 63 جنيه في خلال من 3 ل 5 شهور، او نقوله من 3 ل 4 شهور عشان احنا بقينا في شهر 2. اما بالنسبة لسعر الذهب العالمي، فانا باكد تاني انه البنوك الامريكية بتعاني بشكل كبير جدا من حالات افلاس. البنك الفيدرالي مش قادر يقول هو هيعمل ايه، وبيقول لك انا مش هقطع الفايده في شهر مارس، ولكن هو هيكون مجبر بشكل من الاشكال ان هو يقطعها. حتى لو ما قطعهاش في مارس هيقطعها في الاجتماع اللي بعده، لان لازم يعمل كده عشان يخفف شويه من السياسه النقديه الشديده اللي حاصله في امريكا، لان البنوك بتعاني معاناه شديده بسبب الفوائد المرتفعه اللي هو فارضها. وده بالضروره هيستتبع ان سعر اوقيه الذهب العالميه هيطلع. فانا لسه مفترض نفس الفرضيه ان سعر دولار الذهب هيتحرك في نطاق عرضي ما بين ال 2000 دولار ل 2050 دولار، وبعد كده ممكن في خلال شهر مارس او شهر ابريل اللي جاي مع اول خفض للفايده ان شاء الله هيبدا ان هو يطلع ل 2150 دولار، واول ما يستقر فوقيها هيبتدي ان هو يطلع ل 2350 دولار. ودي كلها مناطق جديده كليا على سعر الذهب، يعني دي كلها اسعار عالميه اللي هي نيو ريكورد زي ما بيقولوا، كلها قيم جديده، قيم تاريخيه جديده للذهب. طيب انعكاس الكلام ده ايه علينا في اقل شيء متحفظ؟ يعني انا دلوقتي بقول يعني بفترض اقل ارتفاعات ممكن تحصل في خلال من 3 ل 4 شهور للذهب. هنقول ان هيحصل ارتفاع من 3850 جنيه لعيار الذهب لسعر عيار الذهب جرام 24، لسعر جرام الذهب عيار 24 هيطلع من 3850 جنيه نقدر نقول لمنطقه ما بين ال 4500 جنيه لحد ال 5000 جنيه. فكلامنا كان كالاتي من كام يوم لما حصل مضاربات كبيره، قلنا للناس ان هي يعني تصبر شويه عشان تشتري، فاقدر اقول لك ان ده وقت مناسب للشراء حاليا، مناسب جدا. وبالنسبه للناس اللي معاها الذهب، فالناس دي اعتقد ان هي جابت الذهب ده بديل للشهادات الادخاريه، فالناس دي زي ما هي تحتفظ بالذهب لحد شهر 6 اللي جاي. وكده كده احنا ان شاء الله على اخر كل شهر بنعمل تحديث كبير ومفصل بالارقام، ولو حصل اي جديد استدعى للناس تخرج من الذهب هقول للناس اخرجوا. لكن حتى الان مفيش اي جديد، احنا مكملين في نفس المسار، ولكن عمليه المضاربات هديت شويه. الدوله اتدخلت بشكل من الاشكال عشان تمنع العبط اللي بيحصل ده، ودي حاجه كويسه، ولكن الموضوع مش مقرون بمسكن وقتي. اي فلوس هتيجي هتعتبر مسكن وقتي. المطلوب ان الفلوس اللي تيجي يتم استخدامها في مشاريع تنمويه صناعيه تدر دخل وتدر انتاج تقدر تصدره وتجيب بيه عمله صعبه. ما عدا ذلك فكل شيء يعتبر مسكنات. فخلينا دلوقتي نتكلم على الذهب. اللي معاه ذهب يحتفظ بيه، ما يبيعوش باي شكل من الاشكال. انت كده كده جايبه بديل عن الشهادات الادخاريه، تمام؟ الا اذا كنت انت عندك استثمار واضح وقوي يجيب لك اكتر من 20% في خلال الاربع شهور اللي جايين دول. توكل على الله، تعرف تشتغل في العربيات، بتشتغل في العقار وعندك مكان كويس، استثمار عقاري كويس في مكان كويس، محل كويس، اي مكان. ولكن اذا ما كانش عندك اختيار ما تبيعش الذهب اللي معاك، احتفظ بيه واصبر، ما تبصش لكل اللي بيحصل. دي كل دي احداث صغيره في النص. الحدث الكبير اللي بنتكلم عليه هو استقرار السعر ما بين 4500 جنيه لحد 5000 جنيه. اللي اقدر اقوله للناس اللي معاها فلوس بره دلوقتي ومحتاره تشتري ولا لا، توكل على الله واشتري بقلب جامد. الفرصه ممتازه للشراء، وخد الكلام ده لو انت يعني طبعا على مسؤوليتك انت الشخصيه، ولكن خد الكلام ده مني انا، ان انا دلوقتي لو معايا فلوس زياده هنزل اشتري بيها ده. انا قراري الشخصي لو معايا فلوس زياده عن حاجتي ممكن انزل اشتري بيها ده هيكون قرار كويس في الوقت الحالي. غير كده ما عنديش حاجه اقولها غير ان الناس اللي مستثمر في الذهب يفضل مستثمر ويصبر شويه. لسه قمم الذهب التاريخيه ما جاتش، المفروض ان هي هتيجي في خلال الشهور اللي جايه. السنه دي هتكون قويه جدا للذهب على الصعيد العالمي. اما بالنسبه للصعيد المحلي فربنا يستر علينا، ونتمنى ان الجهات اللي موجوده والقائمه على موضوع الدولار سواء البنك المركزي او وزاره الماليه او اي مكان، الجهات المسؤوله باي شكل من الاشكال تكون قادره ان هي تظبط الاسعار باي شكل من الاشكال في الفتره اللي جايه. وبس كده، انا ما عنديش حاجه تانية اقولها دلوقتي، ولكن باذن الله في اخر الشهر، يعني ما بين نص الشهر لاخر الشهر، الاوضاع هتوضح اكتر وهنبتدي نعمل تحديث مفصل باذن الله بالارقام.
ولكن اللي طالبه من الناس ما تقلقش. اللي توكل على الله وقرر ان هو يشتري الذهب من اسعار ما قلنا من ساعه ما قلنا من 3500 جنيه و3200 جنيه و3000 جنيه، يعني يحتفظ بيه ويفهم ان هو شاريه للاستثمار البعيد مش للمضاربه. الذهب مش للمضاربه ومش للناس اللي معاها 100 و200 الف جنيه ان هي تنزل تشتري وتبيع فيه كل شويه، لان انت اي هزه هتاثر في المبلغ اللي معاك. انت شاريه وهتسيبه على الاقل لمده 6 شهور، احنا بنتكلم لحد شهر 6، الا اذا جد جديد وحصلت مصيبه في سعر الذهب العالمي مش في السعر المحلي ابدا، لان السعر المحلي مش بيقل كتير سواء الدولار ارتفع. يعني الدولار دايما لما بينزل التجار ما بتقللش السعر المحلي كتير، لكن لما بيطلع التجار بتعلي السعر، لان كله بيبقى عنده توقع ان الدولار في الاغلب هيعلى في الفتره اللي جايه، وده ليه اسبابه اللي شرحناها كتير يعني. فالناس ما تخافش، الناس تتوكل على الله، والناس تمسك العقل كده وتبتدي ان هي ايه، تفكر واحده واحده بالراحه. عندك اي استثمار يجيب لك اكتر من 20% في خلال الاربع شهور اللي جايه، توكل على الله وما تخشش على الدهب لو انت معاك فلوس بره. ما عندكش استثمار، عندك فلوس تقاعد، عندك فلوس عايز تحميها، الدهب لسه اصل امن وقوي وهيفضل مكمل معانا وهيعمل يعني قمم جديده، ولكن خلينا ناخدها خطوه خطوه وبس كده. ربنا يوفقكم جميعا ويرزقكم كلكم الخير ويبارك لكم في فلوسكم. السلام عليكم.